من آلاف السنين، والعالم كله كان مستغرب وبيسأل ايه اللي بيخبيه التاريخ المصري القديم من أسرار، لأن دي فعلا أسرار أكبر من الكنوز اللي موجودة تحت الأرض. وهل الأسرار بيكون مع قوة خفية فعلا؟ قوة ممكن تغير حياة أي حد يقدر يقرب منها؟ يعني في كل مكان حفروا فيه الأثريين أو افتتحوا مقبرة فرعونية كان وقتها فيها مسات وحكايات بتتقال عن لعنة بتحمي الملوك، لعنة بتحاول تلحق أي حد يلمس حاجتهم. طب دي خرافة ولا قصص اتألفت علشان يخوفوا الحرامية، ولا فعلا في قوة حقيقية ورا كل اللي بيحصل ده؟ صباح أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتتفرج فيه على الفيديو. ونبدأ بأول حاجة وهي الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على أغرب قصة، وكانت قصة توت عنخ آمون. ولما بنتكلم عن لعنة الفراعنة، أول اسم لازم يجي في دماغنا هو اسم الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وبالتحديد القصة المرعبة اللي ارتبطت باكتشاف مقبرته سنة 1922. قصة مش مجرد اكتشاف أثري، دي قصة بدأت فيها سلسلة من الأحداث الغريبة اللي حيرت العالم كله. المستكشف البريطاني هوارد، واللي كان بيموله اللورد كارنارفون، وساعتها قضى سنين طويلة جدا علشان يلاقي مقبرة توت عنخ آمون. لكن اللي محدش كان يعرفه إن الباب اللي فتحوه ده ما كانش بيودي على كنوز بس، ده كان بيودي على سلسلة من الأحداث المأساوية. وبعد شهور قليلة من فتح المقبرة مات اللورد بشكل غامض، وكان في لدغة ناموسة على جسمه. ولكن اللي حصل بعدها سلسلة من الوفيات الغريبة، والمفاجأة كل الوفيات اللي حصلت كانت ليها صلة بالمقبرة، لدرجة ان بعض الصحف بدأت تتكلم في وقتها عن لعنة توت عنخ آمون. طب هل دي مجرد صدفة؟ يعني ممكن تكون سلسلة من الأحداث القدرية، ولا كان في تحذير في المقبرة خفي محدش فاهمه؟ كان في كتير بيقولوا ان المقبرة كان فيها نصوص تحذيرية: الموت سيضرب بجناحي كل من يزعج سلامة الفرعون. طب بعد القصة الغريبة اللي حصلت دي، هل العلماء والأطباء سابوا الموضوع ده من غير تفسير؟ طبعا لا، في كتير جدا حاولوا يلاقوا تفسير منطقي للوفيات اللي حصلت. واحد اشهر التفسيرات العلمية بتقول ان المقابر القديمة اللي فضلت مقفولة آلاف السنين بتكون بيئة مثالية لنمو انواع معينة من الفطريات والبكتيريا السامة، والفطريات دي ممكن تكون موجودة في التراب او على جدران المقابر. ولما بيتم فتح المقبرة وقتها الباحثين هيبدأوا يتنفسوا، وبيتنفسوا في المقبرة اللي مليانة فطريات ممكن ساعتها تصيبهم بأمراض خطيرة في الجهاز التنفسي، خصوصا لو كانت مناعتهم ضعيفة أو كانوا ساعتها بيعانوا من أمراض تانية. وفي تفسير تاني بيقول احتمال يكون موجود غازات سامة متراكمة داخل المقبرة المقفولة من آلاف السنين، والغازات دي ممكن بتتكون من تحليل المواد العضوية اللي بتكون في المقبرة والتعرض لتركيزات عالية جدا منها، ووقتها ممكن يسبب أمراض خطيرة جدا أو الموت. وطبعا لازم نحط في اعتبارنا إن الأماكن القديمة والأثرية أكيد بتجمع حشرات وزواحف سامة، ودي ممكن تكون سبب مباشر للموت، خصوصا لو الشخص مناعته ضعيف، وده ممكن يفسر حالة اللورد. بغض النظر عن التفسيرات العلمية، لازم ناخد في اعتبارنا عامل نفسي مهم جدا، وهو الإيحاء بفكرة اللعنة والقصص اللي بتتقال وبتتألف عنها، والخوف اللي ممكن يتزرع وقتها. وطبعا ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على الحالة النفسية والجسدية للشخص، زي الإجهاد والأرق وحتى الإصابة بالمرض ممكن يكون نتيجة للضغط النفسي اللي بيحصل. طيب هل كل المقابر اللي اتفتحت حصل فيها نفس اللي حصل مع مقبرة توت عنخ آمون؟ أكيد لا، علشان في آلاف المقابر والمعابد اللي تم اكتشافها واشتغل فيها أثريين كتير جدا، ومحدش اتعرض لأي أذى غريب. وأحد أشهر الأمثلة على كده وهو عالم الآثار المصري المعروف الدكتور زاهي حواس، اللي قضى حياته كلها بيفتح مقابر واكتشف أسرار الحضارة المصرية القديمة. وفي كتير من الأثريين الأجانب والمصريين وعاشوا حياتهم عادي جدا. بالإضافة لكده، وهل لعنة توت عنخ آمون كانت صدفة كبيرة وكل حوادث الوفاة اللي حصلت كانت ليها علاقة مباشرة بالمقبرة؟ الله أعلم، بس بنسبة كبيرة لا. في النهاية لعنة الفراعنة بنلاقي نفسنا قدام سؤال كبير جدا:
هل هي حقيقة خارقة ولا مجرد صدفة غريبة مع تفسيرات علمية منطقية؟ الحقيقة إن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة عظيمة جدا، مليانة أسرار وعلوم وغموض، ويمكن سرها الحقيقي مش في لعنات بتحمي كنوزها، لكن في عبقرية الفراعنة اللي بنوا الحضارة وأعظم إنجازاتهم اللي بتحيرنا لحد دلوقتي. ممكن ساعتها يكون المصري القديم كان عايز يحمي مقدساته من أي متطفل، فزرع فكرة الخوف في نفوس الناس، وده ممكن يكون بسبب عوامل نفسية، وممكن تكون القصص الغريبة اللي حصلت كانت نتيجة عوامل علمية زي التلوث البيولوجي أو الغازات السامة. لكن المؤكد إن لغز الحضارة المصرية هيفضل مصدر إلهام وفضول للعالم كله. وعايزكم تقولولي في التعليقات، هل فعلا في حاجة اسمها لعنة فراعنة ولا مجرد صدفة؟ ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، سلام.